السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم صوت المغرب. الجماهير السعودية بتهاجم وبترمي الإعلام المغربية في الطريق، وبيقولوا هنكسب المغرب 5-0. أنا مش عارف فين الثقة السعودية تكسب المغرب. انا مش عارفها ومش متخيلها. المنتخب المغربي اللي منيم القاره كلها ان المغرب هيخسر في اخر الزمن، هيخسر من السعوديه اللي ما عندهاش لعيبه في المنتخبات ومعتمده في الدوري المحلي بتاعها على اللعيبه الاوروبيه واحسن لعيبه في العالم، وانت عامل دوري محترم وعلى دماغنا من فوق. ولكن ده المنتخب المغربي. انت لازم تقف تستوعب انت هتلاعب مين. انت بتلاعب المنتخب المغربي بقوة المنتخب المغربي. السعودية او السعوديين او الاعلام السعودي مش مستوعب هو بيتكلم عن المنتخب المغربي. لازم تقوم تقف كده وانت بتتكلم عن المغرب وعن لعيبة المغرب، حتى لو ده المنتخب الرديف او دول لعيبة المغرب الرديف. انت بتلاعب المنتخب المغربي، حدث ولا حرج. ولازم تبقى مستوعب قوة ومكانة المنتخب المغربي في كل مكان. المنتخب المغربي هو المنتخب الأقوى داخل القارة وفي العرب عامة، أقوى من كل المنتخبات العربية في قارة طبعا آسيا. المنتخب المغربي والمنتخب المصري ومنتخب شمال أفريقيا أقوى بكتير جدا من المنتخبات العربية الآسيوية. فأنا مش عارف، في قلة احترام بشكل مرعب عند الإعلام السعودي وهجوم غير مبرر على برضه المغرب. يا جماعة قلنا المغرب عاملة شياط عند كل الإعلام العربي. بمنتهى الأمانة تكسب مين 5-0؟ الناس بتتكلم ان انتوا تكسبوا المغرب، السعودية تكسب المغرب 5-0. انت بتلاعب مين يا ابني؟ انت بتلاعب مين يا حبيبي؟ ده المنتخب المغربي ده انا مش عارف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن شاء الله ننتظر مباراة المغرب والسعودية، وهنشوف مين المنتخب اللي هيقدر يفوز بالخماسية، علشان نكتم أصوات الإعلام المغربي. هنشوف أو الإعلام السعودي آسف. هنشوف بقى مين اللي هيقدر يكسب الخمسة. هنشوف الكلام اللي طلع والانتقادات والسخرية والنقد الغير مبرر من الإعلام السعودي. اللي لازم يكون في احترام متبادل بين الإعلام السعودي والإعلام المغربي. أنا مش عارف ليه في شياط وفي عدم تقدير كبير جدا للمغرب. هتقدم مباراة، قلنا هنقدم مباراة قوية قدام منتخب قوي بحجم المنتخب المغربي، ولكن يكون في كم من العبث اللي بيحصل في الفترات الأخيرة. فده طبعا غير مقبول. غير مقبول تماما ان يكون فيه سخرية وانتقاد وهجوم على المنتخب المغربي بشكل غير مبرر. فده بيؤدي الى قلة الاحترام. وان شاء الله باذن الله كل التوفيق للمنتخب المغربي المباراة القادمة امام السعودية. وهنشوف بقى مين اللي هياخد خماسية. الخماسية دي هنشوفها هتكون عند مين، وانا بظن انها هتكون في شباك المنتخب السعودي. رغم المنتخب السعودي بيلعب بالفريق الاول والمنتخب المغربي بيلعب بالرديف، ولكن القوة والتاريخ والمكانة وكل حاجة موجودة عند المنتخب المغربي. عشان كده توقعاتنا بان المباراة هتكون عند المغرب، وهيكون في اكتساح قوي جدا للمنتخب المغربي على المنتخب السعودي. فهنشوف مجريات المباراة ان شاء الله القادمة، وكل التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق. شكرا لكم.